السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي في مطبخ حبيبة الأكلات والحلويات. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، توحشوني من الفيديو التاني والله. النهاردة بقى قلت بقى لازم إيه أعمل معاكم صينية الجمبري، فقلت مش هبدأها غير وانتوا معايا. أنا أي نعم بغيب عليكم كتير وبطول، بس معلش والله اعذروني، الواحد يعني الدنيا مشاغل والله، بس انا ما بيحوشنيش عنكم غير الشديد القوي. فانا قلت النهارده لازم اعمل معاكم صينيه الجمبري من الالف الى الياء، وتشوفوا بقى الطريقه انا بعملها ازاي. والله بتطلع زي العسل وزي السكر، بس بتطلع زي العسل والسكر ليه؟ عشان خاطر انتوا معايا فيها. الحاجه سبحان الله لما بعملها معاكم بتبقى ملهاش حل، بتبقى حاجه تانية خالص وطعم تاني خالص. فانا اهو ابدا اقول بسم الله الرحمن الرحيم، وابدا اقول لكم المكونات اللي انا بعمل بيها صينيه الجمبري. بس قبل اي حاجه اوعوا تنسوني في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ده لو عجبتكم الحاجات البسيطه اللي انا بعملها. نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا جبت هنا اهو كيلو جمبري، بصوا حجمه. وطبعا الجمبري دلوقتي غالي، بس هي كل فتره يعني كده بقى ايه، يعني مثلا مش هقول لكم لا، يعني مش هقول لكم لا كل اسبوع او كل اسبوعين، لا يعني ممكن اكله في الشهر، عشان طبعا انتوا عارفين ان هو غالي. فطبعا لازم ايه، لازم ادلعهم باكله حلوه كده في الشهر. بص انا جبت الجمبري، بص حجمه. انا هعمله زي ما هو، يعني انا مش هشيل الكيس الرملي ومش هعمل، لا انا منضفاه ونقعاه كويس بخل وليمون وملح، تمام، لغايه لما ريحته بقت زي الفل. بصوا جماله، هو حجمه هنا مش باين في البتاع، بس هو حجمه كبير، يعني هو الايه الوسط، يعني فاهمني، مش صغير قوي ومش الجامبو، لا الحجم الوسط. بس بص والله ما شاء الله عليه، يمكن الكاميرا كمان ظالمه حجمه. بص جماله، والله هو، والله بقول لكم هو حجمه جميل جدا، وهيبقى فيه لحم برضو كويس كده. انا جبت كيلو اهو ونضفته كويس ونقعته زي ما قلت لكم بالخل والليمون والملح، تمام، عشان خاطر إيه لو في ريحه زفاره، لو في حاجه كده يعني بيبقى نظيف برضو. فانا هبدا بقى اقول لكم بقى المكونات اللي انا حضرتها. يعني هنا انا عملت ايه، قطعت هنا 3 طماطميات. بصوا الطماطم قطعتها ايه، انت تقطعيها حسب الحجم اللي انت عايزاه، بس انا قطعتها بالحجم لان هي كده كده بتدوب ايه فيها. قطعت كده 3 طماطميات كده. وهنا قطعت هنا 3 قرون فلفل حامي، ماشي، فلفل حامي. وقطعت 4 قرون فلفل رومي. يعني بص بجيب لكم هو ده وبجيب لكم ده. بص قطعت فلفل رومي وده فلفل الحامي، تمام. وانت عايزه بقى تكتري فلفل حامي براحتك، عندك اطفال وخايفه برضو عليهم من الفلفل الحامي، قطعي ايه يا دوبك هو واحد بس، يا دوبك يدي تيست بس كده، طعم كده بسيط، عشان خاطر برضو ما يبقاش ايه حرق عليهم. وهنا قطعت بصلايه، بصوا قطعتها ايه حلقات اهو. وهنا ليمونه. وطبعا التوابل انا هحطها معاكم. نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحط بقى الايه مكونات الحاجات عليها. نحط بقى الطماطم، نشيل الليمونه كده والبصل والفلفل، نحط الحاجات كلها كده عليها. نقلبهم كده في بعضيهم، نجيب بقى اللي تحت فوق واللي فوق تحت. البصليه دي نطلعها من بعضيها كده. بصوا والله انا مش عايزه اقول لكم على الريحه، يعني قبل ما تتحط حتى على النار ريحتها جميله. طبعا بقى لما تتحط على النار يا نهار ابيض على الجمال. بس بقى كده ايه، نعصر عليها عصره الليمونه، كده اهو. نجيب بقى التوابل، نحط عليها التوابل، بس هنطفي المروحه عشان التوابل الشطه ما تطيرش في عينينا. المروحه على جنب.
نحط بقى ايه الملح كده، وبعد كده احنا بنقلب نحط شطة مش كتير عشان انا حاطه فلفل حامي كده، ونحط بقى شويه ايه كمون كده، ننزله من الكيس. نحطها لسه في الكيس، ما حطيتوش في العلبه بتاعته لسه. انتوا عارفين بقى الاسماك بقى بتحب ايه الكمون، بتحب الكمون والليمون. استنوني بقى اجيب ايه كمان ليمونه عشان احطها عليه. خليكم معايا كده بقى ايه، هجيب ليمونه واجي. كده نعصر بقى الليمون عليه، وتعالوا بقى مع بعض نحطه على النار ونعمل جنبه شويه رز وبأحلى جمبري. كده حبايبي انا هحطها على النار اهو، بصوا جمالها، بصوا شكلها، الله يفتح النفس وهي نيه. نحط بقى عليها كده ايه رشه زيت كده، نديها تقليبه. بصوا هو الجمبري ما بياخدش وقت خالص في السوا، بيستوي على طول. هتبص تلاقيه شويه ما فيش يعني حوالي 5 دقايق بص تلاقي لونه اتغير. مجرد ما لونه يتغير بيبقى ايه، يبقى بدأ يدخل في السوا. هو بياخدش يعني ايه، هو بالكتير بياخد له حوالي ربع ساعة. وانا هنا على عيني التانية عملت هنا رز. بصوا الرز اهو، عملت جنبه شوية رز تمام، وعمل الجمبري وعمل جنبه شوية رز كده، وبقى جمالهم. أكلة مغذية وما بتاخدش وقت، ومكوناتها كلها موجودة عندك في البيت. يعني انت عندك الفلفل، عندك البصل، عندك الطماطم، يعني كل حاجة موجودة عندك في البيت، وهو ما بياخدش وقت خالص. يعني بصراحة أكلة سهلة وبسيطة ومغذية جدا. هي طبعا مكلفة، الجمبري مكلف جدا طبعا، غالي وغالي دلوقتي. هو الأسماك بصراحة غالية، والجمبري طبعا انتوا عارفين ان هو غالي جدا، ولكن طبعا هو الواحد مش بيجيبه ايه على طول، يعني بيجيبه كل فترة زي ما قلت لكم. بس طبعا لازم ايه، لازم يبقى فيه حاجة مغذية كده. بصوا شايفين هو ايه نزل ميته، يعني انت برضو تديله ايه، تديله رشة مية كده، بس حاجة بسيطة، رشة مية حاجة بسيطة تمام. هو مجرد هو كمان بص الطماطم والبصل والفلفل كل ده بينزل ميته، شايفين؟ هو مجرد ما يتشرب المية بتاعته يبقى خلاص كده ايه استوى. احنا هنسيبه كده ونغطي عليه، وبعد ما يقرب يستوي، اما نلاقيه بقى قرب يستوي هنطلعه وهقدمه قدامكم وجنبه طبق الرز، وهوريكم الجمال عامل ازاي. والله انا كان نفسي بس تبقوا معايا في اللي انا بعمله ده، لكن يلا الحمد لله العين بتاكل قبل. فطبعا انا ايه دلوقتي، هغطي عليه واسيبه، ولما يقرب يدخل في السوا لما يستوي كده خالص واقدمه لكم هوريه لكم. بس اوعوا تروحوا في اي حته وافضلوا معانا. بس طبعا قبل اي حاجه اوعوا تنسوا في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ده لو عجبتكم الاكلات البسيطه خالص اللي انا بعملها تمام.
بصوا لونه، شايفين بدأ لونه ايه؟ الكاميرا مش جايبه. شايفين لونه بدأ يغير، شايفين لونه عمل ازاي؟ بصوا على طول، ما اقول لكم مفيش مجرد 5 دقايق. شايفين بصوا بدأ يدخل في السوا. شايفين لونه؟ انا هسيبه بقى كده واغطي عليه عشان يتشرب من الميه بتاعته خالص، وبعد كده هوريهولكم بعد ما يخلص. بصوا بقى كده هوريكم حبايبي، خلاص الجمبري استوى. بصوا الجمال، بصوا ما شاء الله عليه، الله اكبر. بصوا الجمال شكله، انا مش عارفه ابينه لكم في الكاميرا. بصوا خلاص استوى، شايفين؟ بصوا جماله، والله شكله يفتح النفس. بصوا جماله، وخلاص الرز خلص تمام كده، بس هغرف بس كده وخلاص. بصوا والله شكله روعه، شكله يفتح النفس. انا مش عارفه اجيبه لكم كاميرا. بصوا جماله، بصوا شكله ازاي. ما ده مش يخليكم تقوموا تعملوه وتقوموا تجربوا الطريقه. لو عجبتكم الطريقه ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ده لو عجبتكم الاكلات البسيطه اللي انا بعملها. وتفضلوا معانا وبألف هنا.